أفضل استثمار حاليا على فلوسك في البنوك استثمار قصير الأجل لمدة سنة وأقل من سنة. استثمار أنا شايفه في الوقت الحالي أفضل من الشهادات بمراحل، لأن هو العائد عليه وصل إلى 20%، وكمان عائد ثابت طوال المدة. إيه يا عم التفاصيل بالظبط؟ تعالوا بينا نقول لكم كل التفاصيل. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. طبعا يا جماعه احنا كنا من فتره كبيره عملنا مع حضراتكم حلقه بعنوان ليه ما تشتريش شهاده ال 19% وتحط فلوسك في الاستثمارين دول. ده كان ساعتها اول ما البنوك طرحت شهادات ال 19%. كنا اتكلمنا عن استثمارين افضل من شهادات ال 19%. كان اول استثمار وهو حساب توفير العرب الافريقي اللي هو حساب جولدن بلس، اللي العائد عليه شهري 18%، نصف سنوي 19، سنوي 20%. وساعتها كان الحد الأدنى لفتح الحساب ده 50,000 جنيه، ولكن بعد كده العرب الإفريقي زود الحد الأدنى لفتح الحساب بقى 250,000 جنيه، ولكن مازال العائد زي ما هو لوقتنا هذا 18% و19 و20%. طبعا هسيب لحضراتكم برضو تفاصيل الحساب ده، التحديثات اللي حصلت عليه بعد كده في الوصف. ولكن اللي يهمنا في الوقت الحالي واللي احنا جايين نكلمك عليه، وهو كان تاني استثمار اتكلمنا عليه برضو في الحلقة وكنا بنأكد عليه وما زلنا بنأكد عليه في الوقت الحالي، وشايفين ان هو استثمار افضل استثمار حاليا دلوقتي موجود في البنوك يضر لحضرتك عائد. وبتكلم على استثمار موجود في البنوك عشان الناس ما تدخلنيش في حتة افضل استثمار ان هو الذهب والبورصة والكلام ده كله. انا بتكلم على استثمار في البنوك، استثمار بيضر عائد للناس اللي هي بتبقى محتاجة عائد كل شهر او محتاجة حتى عائد مقدم، سواء بقى هتشتري بيه ذهب او هتعمل بيه شهادات او هتعمل بيه اي حاجة تانية. فالاستثمار ده وهو اذون الخزانة. اذون الخزانة يا جماعة دلوقتي انا شايف ان هي افضل من الشهادات بمراحل، وخصوصا بعد اجتماع البنك المركزي اللي فات اللي زود فيه الفايدة 1%، وما شفناش لحد الآن أي تحريك من البنوك على الشهادات الثلاثية أو حتى طرحوا شهادات استثنائية جديدة. فده طبعا بيؤكد كلامنا إن أذون الخزانة دلوقتي أفضل من الشهادات بمراحل، وخصوصا بعد العائد في الطرح الأخير زاد جدا وأعلى من شهادات ال 19% بمراحل، وبيديك مرونة كويسة جدا تستثمر في المدة اللي أنت عاوزها، واكبر مده فيه لمده سنه، وبالتالي مش هتبقى محكوم لمده 3 سنين زي الشهادات. خلونا برضو نقول تفاصيل اذون الخزانه على السريع مع حضراتكم، ونقول المدد والعائد عليها في الطرح الاخير بقى كام، وصافي العائد اللي انت ممكن تاخده على المده بتاعتك كام. خلونا نبدأ بأول حاجة بالمدد اللي موجودة في أذون الخزانة. أذون الخزانة فيها 4 مدد، مدة ال 91 يوم اللي هي مدة ال3 شهور، ومدة ال 182 يوم اللي هي مدة ال6 شهور، ومدة ال 273 يوم اللي هي مدة ال9 شهور، ومدة ال 364 يوم اللي هي مدة السنة أو أقل من سنة بيوم، لأن قلنا إن هو استثمار قصير الأجل لمدة سنة أو أقل من سنة. طيب العائد طبقا لآخر طرحة على مدة ال 91 يوم اللي هي مدة ال3 شهور، متوسط سعر العائد كان مسجل 24.522، وده متوسط سعر العائد اللي في الاغلب بيتقبل من البنك المركزي او من البنك. اي مده لاذون الخزانه فيها اعلى سعر وفيها اقل سعر وفيها متوسط السعر، وده اللي دايما بيتقبل، وده اللي احنا بنوصي دايما حضرتك بيه لو انت هتروح تكتب في الطلب بتاعك متوسط سعر العائد، عشان في الاغلب الطلب بتاعك يتقبل. فاللي احنا بنقوله ده متوسط سعر العائد اللي في الاغلب بيتقبل ان شاء الله. طيب ولكن ده قبل خصم الضريبه اللي هي ال 20%. فطبعا لو ضربنا ال 24.522 في 20% هيدينا صافي العائد اللي انت هتاخده على المدة بتاعتك اللي هي مدة ال 91 يوم 19.61%. ولكن انتبه، اي عائد زي ما مفهمين حضرتك دايما ان ده عائد سنوي، ودي مدة ال3 شهور، والسنة فيها 4 مرات مدة 3 شهور، وبالتالي هتقسم العائد ال 19.61% على 4 هيديك العائد اللي انت هتاخده على مدة ال3 شهور بالظبط. وكذلك بقى بقية المدد. وبرضو يا جماعة العائد اللي احنا بنقول عليه العائد الصافي ده اللي هو مثلا على مدة ال 91 يوم 19.61%، العائد ده تقريبي، ممكن يقل شوية ويزيد شوية على حسب حسبة البنك. انا بحاول اقرب لك الارقام بقدر الامكان، ولكن ده في الاغلب قريب جدا جدا من العائد اللي البنك هيحسبه لك. عشان بس في ناس كتير بتشكك في الكلام ده وتقول لك لا مفيش الكلام ده العائد على اذون الخزانه دلوقتي 14% و15%. يا سيدي وانا هيهمني ايه اما اضحك عليك، ولا انا هستفاد ايه؟ ما انا بقول لك العائد اللي موجود، اللي انت تروح لو لقيته اقل من كده بكتير ما تربطش اذون الخزانه. يعني انت لو رحت انا بقول لك العائد مثلا 19% وهتقسم على 4، لو لقيته بيقول لك العائد
14% و15%، ما تربطش طبعا، وهو اكيد مش هيقول لك كده، فانا مش هستفاد حاجه اما اضلل حضرتك طبعا. وانتوا اكيد حضراتكم بتثقوا فينا وعارفين ان احنا بنجيب لكم الحاجه المؤكده ويهمنا مصلحتكم قبل مصلحه اي حد. طيب تاني مده ال 182 يوم اللي هي مده الست شهور، متوسط العائد عليها في الطرح الاخير مسجل 24.921. بعد خصم الضريبه ال 20% صافي العائد اللي انت هتاخده على مده ال 182 يوم 19.93%. وزي ما قلنا ده سنوي برضه، هتقسم على 2 يديك العائد اللي هتاخده على مدة الست شهور. تالت مدة ال 273 يوم اللي هي مدة التسع شهور، متوسط سعر العائد عليها 24.775، صافي العائد 19.82%. آخر مدة ال 364 يوم مدة السنة، متوسط سعر العائد عليها 24.707، صافي العائد عليها بعد خصم الضريبة ال 20% 19.76%. طبعا لو ملاحظ العائد أعلى من 19% في كل المدد، 19.93%، يعني يكاد خلاص يصل إلى 20%. فطبعا أعلى من شهادات ال 19% اللي هي لمدة 3 سنين، فده طبعا يدي ميزة كبيرة جدا لأذون الخزانة عن الشهادات أو عن أي استثمار موجود في البنوك حاليا. طيب ده كده تفاصيل الطرح الاخير لاذون الخزانه والعائد. زي ما قلنا لو انت هتروح تربط اي مده، الافضل تكتب في الطلب بتاعك متوسط سعر العائد. طيب بعد التفاصيل السريعه كده برضو على اذون الخزانه، عشان الناس اللي ما بتحبش ترجع للحلقات القديمه، الحد الادنى لشراء اذن الخزانه الواحد هو 25000 جنيه ومضاعفات ال 25000 جنيه. يعني اقل حاجه تشتريها 25، مضاعفاتها بقى 50 75 100 125 وهكذا. ما ينفعش مثلا تشتريها ب 45000، ما ينفعش مثلا تشتريها ب 60000، 25 ومضاعفات ال 25000. العائد على اذون الخزانه عائد مقدم، عشان برضو الناس بتشكك في النقطه دي، تقول لك لا ده البنك بياخد من فلوسي وبيديني والكلام ده كله، وكلام كتير ولخبطه كتير بين الناس في النقطه دي. العائد مقدم يا جماعه. مثال بسيط جدا، لو انت مثلا، ودي ارقام افتراضيه عشان نسهل الامور، لو انت هتعمل اذون خزانه ب 100000 جنيه، وليكن مثلا انت هتاخد عائد على ال 100000 جنيه ده 15000 جنيه، فانت ما بتروح تربط اذون الخزانه وفي حسابك 100000 جنيه، البنك بيخصم من حضرتك 85000 جنيه وبيديك او بيفضل في حسابك 15000 جنيه. ليك حريه التصرف فيهم كيفما تشاء، تاخدهم بقى تعمل بيهم شهادات، تاخدهم تصرفهم تسيبهم في الحساب، فانت كده بتاخد العائد مقدم 15000 جنيه. ولكن اما بتيجي تاخد في نهايه المده، مثلا سواء مده السنه او مده الست شهور او اي مده هتعملها، هتاخد ال 100000 جنيه، ولكن اللي هيتخصم منه الضريبه. بتاخدوا العائد مقدم والضريبه بتتخصم في نهايه المده، والضريبه بتتخصم على العائد ما بتتخصمش على المبلغ كله. فانت الضريبه على اذون الخزانه 20%، هتتخصم من العائد اللي احنا قلنا مثلا 15%، يبقى هيتخصم منك 3000 جنيه. يبقى انت في نهايه المده بدل ما هتاخد 100000 جنيه هتاخد 97000 جنيه، ويبقى انت كده استفدت بال 15000 جنيه في اول المده، استثمرتهم في اي حاجه، استفدت بيهم كمان قبل ما يتخصم الضريبه. أذون الخزانة فيها سوقين، سوق اسمه السوق الأولي وسوق اسمه السوق الثانوي. إيه السوق الأولي وإيه السوق الثانوي؟ السوق الأولي ده يا جماعة ده اللي بتطرح من خلال البنك المركزي، ودي بتطرح يومين في الأسبوع، يوم الحد ويوم الخميس. يوم الحد بيطرح مدة ال3 شهور ومدة ال9 شهور، ويوم الخميس بتطرح مدة ال6 شهور ومدة السنة. وطبعا عشان تشتري من السوق الأولي بتروح في اليومين دول، وبتروح في البنك قبل الساعة 10 عشان تقدر تشتري من السوق الأولي. طيب السوق الثانوي اي ايام غير ايام الاحد والخميس، وده بيبقى البنك اشترى من البنك المركزي وبيبيع لحضرتك. وطبعا لو سألتني ايه الافضل، اكيد طبعا الافضل السوق الاولي، لان طبعا بيبقى من البنك المركزي فبيبقى السعر اعلى شوية، ممكن البنك ياخد هامش على السعر اللي هو بيشتريه من البنك المركزي ويديهولك اقل. فالافضل لو انت تشتري من السوق الاولي طبعا. دي كده اغلب تفاصيل اذون الخزانه على السريع واخر عائد عليها. وزي ما قلنا احنا شايفين ان هي افضل من الشهادات حاليا دلوقتي، وممكن تستثمر فيها. حتى لو انت بتحب الشهادات ممكن تربط مده ال3 شهور او ال6 شهور، المدد القليله ديت تستفاد برضو بعائد ثابت وعائد كويس ومحترم لحد ما نشوف الدنيا هتروح على فين في الاجتماع اللي جاي بتاع 9. وطبعا ما تنسوش تقولوا لنا في التعليقات هل انتم متفقين معانا وشايفين ان اذون الخزانه في الوقت الحالي افضل استثمار وممكن تشتروها، ولا انتم ما زلتم بتفضلوا الشهادات الثابته. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اتمنى طبعا يكون الحلقه نالت اعجاب حضراتكم واستفدتم منها ولو استفاده بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا تشتركوا في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده. شكرا.